كتابي أتحدث. الكتاب باسم الحب وجود والوجود معرفة، وهو كتاب فكري سياسي فلسفي قضيت في تأليفه حوالي 9 سنوات. هذا الكتاب يعد كتابا بحثيا تخصصيا في مجال التنظير السياسي، يتحدث عن مسعى وجود أو يتحدث عن الرابطة العقلية التي تربط المعرفيين بعضهم ببعض على اختلاف انتماءاتهم، ألوانهم، مشاربهم. هذا الاختلاف ليس هو الخلاف، إنما الاختلاف يعكس قوة ومتانة إن وظفت بشكلها الصحيح بإمكانها أن تخدم الشعوب والمجتمعات كافة. اتحاد المعرفيين هو خلاص للشعوب من كافة مشكلاتها. بالتالي فإن إيجاد هذه الرابطة العقلية معناه وجود أرضية لإقامة تحالف سياسي ثقافي، تحالف بين المتنورين والساسة. هذا التحالف أو عن حيثيات أو عن تفاصيل هذا التحالف، كل هذه التفاصيل تجدونها حين قراءتكم لهذا الكتاب. طبعا سوف أشير إلى موضوعات الكتاب. الموضوع يطول جدا، لا يمكن اختصاره في محاضرة، ولكن يمكننا أن نعرض بعض الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب. في البداية طبعا أتحدث عن العقل المعرفي الشرق أوسطي بمواجهة القمع، أستعرض فيه واقع الشرق الأوسط، الإنسان المتنور أو المعرفي المهمش فيه، وأتحدث عن دور الإعلام المهيمن، الدور السلبي لدى بعض الوكالات الإعلامية، مما تسعى دائما لبث أجنداتها وبث الخلاف بين المجتمعات، وبالتالي خلق مكان أو بيئة تعكيرية هدفها تفرقة الناس وبث الخلاف والشقاق داخلها. هنا أتحدث عن دور المعرفيين. أتحدث فيه هذا الكتاب عن دور المعرفي في إيجاد مناخ إعلامي بديل عن هذا المناخ الإعلامي المهيمن المغرض الذي هدفه إيجاد الخلاف وتسعيره بين الناس. فيما بعد أتحدث عن نظرة لواقع التنظيمات الكردستانية، لأن هذه التنظيمات الكردستانية تنظيمات أبوية وليدة عن التنظيمات الحاكمة كحزب البعث، الإخوان المسلمين، الناصرين. وهنا حدث الأحزاب الكردية حذو هكذا تنظيمات، وهي عبارة عن مشاريع قادمة لنظم ديكتاتورية بديلة في حال تم حل المسألة الكردية. ولكن هل يجب الاكتفاء بموضوع وجود كيان كردي كبقية الكيانات؟ إنما يجب أن نسعى إلى عصرنة هذه الأحزاب بما تنسجم مع تطلعات شعوبها نحو الديمقراطية، وليس الإبقاء على ذلك الإرث الشمولي الإقصائي. هنا أتحدث عن هذه الحالة، من ثم أتطرق إلى مسألة الربيع العربي. حقيقة الربيع العربي، من أين جاء الربيع العربي؟ لماذا هبت الشعوب في 2011؟ ما الذي جعلت هذه الهبة اعتباطية وغير منظمة، وبالتالي جاء الإسلام السياسي وتسلق على هذه الثورات ومن ثم أحبطتها؟ أتحدث عن هذه المسألة. من ثم أتحدث عن صعود الميكافيليين الجدد، وعن تفتق جذور الطائفية والعرقية، وعن بحث آخر هو بمعنى إرادة المعرفية في مواجهة القمع، كيف يمكن إيجاد نواة لتنظيم المجتمعات عبر وحدة المعرفيين، عبر اتحاد النخب التنويرية. طبعا في مرحلة القرن العشرين كان هناك دعوات لوحدة الطبقة العاملة والحروب العمالية، لكن في هذه
فيما بعد 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت العديد من الأشياء. أصبح هناك قفزات في مجال التواصل الاجتماعي، قفزات تكنولوجية، مما يدعو بنا اليوم التفكير على إيجاد سبل لوحدة المتنورين وليس الطبقة العاملة. وحدة المتنورين، المتنور هو الذي هو الفنان، المبدع، المثقف، الشاعر، الأديب، كل من يعمل في ميدان العلوم الإنسانية والتكنولوجيا والإبداعية نسميه معرفي. والمعرفي ليس هو العالم، المعرفي من عرف الشيء أي اعتقد به وأيقنه وحذا حذو معارفه. طبعا أتحدث عن الإرادة المعرفية في مواجهة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو ليس ذلك الإسلام الذي يعتنقه كل فرد أو دين أو عقيدة. هناك فرق بين أن يتسيس ما تعتقده، أن يصبح إطارا مسيسا وأن يصبح وسيلة لتكسب المنافع من ورائها، وبين أن تعتقد، والاعتقاد هو بينك وبين خالقك، وهذا شيء منفصل تماما عن التسويق السياسي للأديان. كما نعلم أن هذا التسويق السياسي أساء للدين أكثر مما خدمه. طبعا أتحدث عن ترابط الإسلام السياسي والقوموية المتعالية. نرى مثلا حزب البعث يتخذ من الإسلام مطية، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. مثلا الربط بين القومية أو العروبة والإسلام كان جرما بحد ذاته على الإسلام وعلى تلك الشعوب العربية بشكل عام. أتحدث فيما بعد عن مآلات العنف وأثره على المجتمع، وعن جدلية الحب والحرب الكردستانية. كما نرى أتحدث في هذا الكتاب عن دور الكرد في أن يكونوا سفينة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أو أن يكونوا مدفعا أو في بوز المدفع، أن يكون الكرد على الخطوط الأمامية في مواجهة الجماعات التكفيرية. طبعا أتحدث عن هذا الدور، وأعتبر أن هذه الحرب هي حرب معرفية بامتياز، حرب ضد قوى الظلام. وأتحدث عن، طبعا أتطرق هنا إلى المسائل الفلسفية لأتحدث عن جدلية الموت والكراهية، الموت، صراع الموت والحياة، ومن ثم أتطرق إلى الاقتصاد في خدمة الوجود، كيفية إيجاد هذا المذهب الذي يخدم المجتمعات بدل من أن تكون الموارد بيد فئة قليلة تتحكم بكل شيء وتلوث بأنانيتها كل شيء. من ثم أنتقل إلى فقرة البناء المعرفي مستقبل الوجود، وأتحدث عن العولمة المعرفية البديلة عن العولمة الربحية. من ثم أتحدث عن الفردية المعرفية. كما نرى أن الاشتراكيين دائما ضد الفردية، ويعتبرون الفردية يعتبرون الفردية هي حالة تشويهية أو تحللية، يعني بمعنى أنه لا وجود لحرية الفرد، وإنما يتحدثون عن المجتمعية. هنا أحاول إيجاد تيار ليبرالي معتدل يؤمن بمواهب الفرد، يؤمن بالفرد ولا يعتبره أداة أو مجرد تحصيل حاصل أو عدد. طبعا أنتقل هنا إلى المشروع المعرفي والتشويه الثقافي. المشروع المعرفي هو البديل وهو المناهض للتشويه الثقافي. من ثم أدخل في العمق لأتحدث عن المعرفة أنها حقيقة في ظل هذا الوجود، بمعنى أن الوجود واحد وتدمير جزء منه يعني تدمير البيئة المجاورة. كما نرى في أن ما حدث في سوريا منذ 2011 ومن ثم أسلمة الحراك أدى إلى نزوح الكثيرين إلى خارج المنطقة، منها إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، مما نرى أن الكثير من الدول دفعت ثمن ما حصل في سوريا مثالا، أو في أفغانستان مثالا. هذه موجات النزوح هذه بحد ذاتها تؤثر على دول ولو كانت بعيدة وليست مجاورة للدول المنكوبة، إلا أنها تأثرت بطريقة ما. مما نرى أن ازدياد أعداد اللجوء أو اللاجئين في أوروبا وخاصة في ألمانيا أدى إلى تصاعد اليمين الشعبوي. هذا اليمين الشعبوي جاء كردة فعل، وهذا
يجعلنا نقلق من عودة الإيديولوجيات القومية التي سادت مرحلة الحرب العالمية الثانية، عودتها إلى الواجهة، ومن ثم أن هذا يربك جميع المجتمعات. وهو من هنا نرى أن الوجود واحد، بمعنى أن دمار رقعة أو جزء يعني انتقاله لأجزاء أخرى من الوجود، وهكذا. أتحدث فيما بعد عن تشكيل الفردية المعرفية، كيف يمكن تشكيل العقل الفردي المعرفي، وأتحدث هنا عن الشموليون بأنهم مصدرو الأزمات، وأيضا أنتقل إلى موضوع المعرفيون في كردستان الشمالية، هذه الرقعة التي المهمشة والتي لا يتم الحديث عنها إعلاميا. مثلا تم تدمير مدينة نسيبين بالكامل، تم تسويتها بالأرض كما حدث في حلب، ولم يتحدث عنها الإعلام أبدا، لأنه لا مصلحة للإعلام المتحكم بتسعير الخلاف مع تركيا مثالا. طبعا فيما بعد أتحدث عن المجتمع والإرهاب الدولي. أتحدث عن الإرهاب الدولي إنه البداية لأي إرهاب فردي أو إرهاب حزبي أو إرهاب قاعدي، أنه النواة الأولى، بمعنى أن الجميع يتحدث عن إرهاب وخطر الجماعات أو الأحزاب، ولكن لا أحد يتحدث عن إرهاب الدول. لهذا نرى أن الإرهاب الدولي يعتبر الأخطر من أي نوع أو أي إرهاب آخر. من ثم أتحدث عن الإعلام القوموي وتشويه النفس، وعن جدلية الصراع لإثبات الهوية. أنتقل إلى نظرة لتركيا، أتحدث عن تركيا وعن القضية الكردية وعن حكومات التركية المتعاقبة التي تركت هذه القضية إلى هذا اليوم قضية قائمة بذاتها. يعاني المجتمع الكردي في كردستان الشمالية من سياسات العنصرية الممارسة بحقها، إلى جانب التصفية الجسدية. طبعا أتحدث فيما بعد عن المعرفيون وإشكالية الحرية، المعرفيون والأحزاب الشمولية، المعرفيون وإشكالية المقدس، المعرفيون والقائد الرمز. القائد الرمز هو الذي يعتبره الناس إلها، وأن حريته من حرية المجتمع والعكس، وأنه لا حياة بلا قائد. ومن هذه الأفكار التي هي عبارة عن نسخ مستحدثة عن النظام السوفيتي أو الاشتراكي، والذي يعود بجذوره الثيوقراطية إلى نظرة إلى تأليه الحاكم منذ أيام الفراعنة، منذ أيام النظام السياسي الإسلامي أو البابوي، الذي كان يعتبر البابا هو نائب المسيح على الأرض أو أمير المؤمنين بمثابة الخليفة أو نائب رسول الله، وهكذا. أتحدث عن هذه النقطة بالذات في هذا البحث. من ثم أنتقل المعرفيون والمجتمع، كيف يمكن للمعرفي أن يخدم المجتمع. المعرفيون والمؤسسات، بضرورة إيجاد مؤسسات ينخرط فيها المعرفيون ويعملون على تشكيل لوبيات. وفي هذا العصر، عصر التواصل الاجتماعي، إنه من الأسهل أن يلتقي معرفي بمعرفي وأن ينسقا لأجل خدمة أهدافهما. مثلا كل فنان أو كل كاتب أو كل أديب أو كل ناقد أو كل إعلامي أو كل إعلامية بإمكانهم أن يقوموا بتأسيس خلايا وشبكات تواصل، سواء كانت على الإنترنت أو على أرض الواقع، ليخدموا أهدافهم. وأتحدث عن التبادل المعرفي بين هؤلاء المعرفيين، تبادل الخبرات، بمعنى أن لا يحس المعرفي أنه لوحده، أنه قادر أكثر من ذي قبل على أن يخدم ويؤثر ويكون له دور فاعل، وأنه قادر على أن يتحرك دون حاجة لتغطية لغطاء السياسيين، ودون حاجة أن يكون أداة سلطوية. بمعنى أنني هنا أناهض المثقف السلطوي، ومثقف السلطة له دور سلبي أكثر من السلطوي ذاته على المجتمع. ولكننا هنا في هذا العصر وفي هذا الوقت، بالاستفادة من إمكانات التواصل الاجتماعي، الإمكانات التقنية، بإمكاننا أن نجد نواة بديلة عن مثقفي السلطة. بمعنى المعرفي هو البديل عن مثقف السلطة، وهو القادر على إيه؟ على التحكم بالدفة المجتمعية باتجاه الأفضل.
من ثم أتحدث عن تجمع المعرفيين لصون الوجود، وهو عبارة عن تنظير ونظرية وعبارة عن حلول وبدائل أقترحها ليتم العمل فيها. بمعنى الكتاب هو عبارة عن مانفيستو أو خارطة الطريق كيف يمكن للمعرفيين أن يتحركوا وأن يكونوا بديلا حقيقيا للإعلام المهيمن، أن يكون إعلامهم مؤثرا أكثر، مقبولا أكثر. طبعا أتحدث عن حرية الفكر المعرفي بمواجهة التجهيل الممنهج، عن التهويم النفسي، عن المجتمع والفساد الإيديولوجي كردستانيا، وأتحدث أيضا عن جدلية الإنسان والمكان، بمعنى أنني أتطرق في بعض أبواب الكتاب عن الحالة الفلسفية، بمعنى أقرب للقارئ نظرتي الفلسفية للسياسة والاقتصاد وما شابه من قضايا، عن الشرق الأوسط وسبل الحل، أضع قضايا، أضع أسس وحلول، من ثم لا أكتفي فقط بتشخيص المشكلة، وإنما أدخل في طرح الحلول، وقد أصيب فيها أو أخطئ، وأترك المجال والحكم للقارئ، قد يختلف معي في أشياء ويتوافق معي في أشياء أخرى. طبعا أتحدث عن سبل معرفية لمناهضة العنصرية والاغتراب والشمولية، وطبيعة النظم الشرق أوسطية، ومحاولة لفهم الاغتراب وتأثير البيئة الجديدة على الوافد، وكيفية مواجهة الهوية الاستعلائية أو الهوية الاستعلائية ومخاطرها على الهويات المنكوبة، ومناهضة العنصرية وبروز المجتمع المعرفي، إلى جانب تطرقي لتشكل الاستبداد السياسي، كيف يتشكل الاستبداد السياسي، وأخيرا أتطرق إلى الاعتقال السياسي وآثارها النفسية على المعتقل وعلى المجتمع. هكذا. طبعا في النهاية يمكن أن أتحدث عن المراجع والمصادر التي ساعدتني. طبعا أنا قرأت أكثر من هذه المصادر والمراجع، ولكن أهم هذه المصادر والمراجع منها كتاب بور ريكول من النص إلى الفعل، وأيضا كتاب مشعل تم ورؤية نقدية في ظاهرة التخلف السياسي الكردي في سوريا، وكتاب أنطون سعادة نشوء الأمم، وكتاب الموت للفكر الغربي، وكذلك بعض كتب المفكر عبد الله أوجران مثل سوسيولوجيا الحرية، المرافعات المقدمة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وكتاب المفكر الليبي الصادق النيهوم إسلام ضد إسلام، وسلسلة الفكر أعداء الحوار أسباب لا تسامح ومظاهره، وأيضا كتاب لغوستاف لوبون بعنوان سيكولوجية الجماهير، وكتاب الإرهاب المقدس لتيري إيجلتون. هذه هي لمحة عامة عن